أنا عشت عمري كله خايف، خايف أتوجع، خايف أحب، خايف أتأذي، خايف أكون مؤذي، ومع ذلك اتوجعت. الوجع اللي عشت طول عمري خايف منه. أوقات كنت بحب غصب عني، بس دايما كنت بمشي بدري بدري. اتأذيت من أكتر ناس حبيتهم، لدرجة إني بقيت أسأل نفسي: هو أنا كنت أستاهل كده؟ هو أنا قصرت في إيه؟ طب ليه كل ده حصل؟ هو أنا اخترت غلط؟ يمكن أكون أذيت حد من غير قصد، بس أنا عمري ما قصدت أزعل حد. أنا ما كنتش فاهم نفسي من كتر الخوف. ساعات من كتر الخوف كنت بأذي نفسي، ويمكن بأذي اللي حواليا غصب عني. أنا عمري ما عرفت أقول أنا حاسس بيه حتى لنفسي، بس فهمت عن نفسي حاجات عمري ما كنت هفهمها لوحدي، واكتشفت حاجات عمري ما كنت هعرفها. يعني اكتشفت إن كل شيء ممكن ينتهي في ثانية، وإن لازم أتوقع أي حاجة من أي حد، حتى أقرب حد ليا. لازم أتوقع إنه ممكن يتخلى عني في ثانية. بس مع ذلك في وجع كده ما بيتنسيش، وجع بيمس الروح قبل الجسد، وجع بيغير طريقة التفكير وحتى شكل الملامح، وجع بيخليك تصحى تلاقي نفسك شخص تاني ما تعرفهوش، شخص باهت دبلان، واحد كاره نفسه، ما عندوش ثقة في نفسه ولا في أي إنسان. أنا في الأول كنت مصدق جدا إني هوصل لحاجة، كنت بقول لازم أخد خطوة علشان أوصل لحلمي. يمكن لما الدنيا تستقر أنا ههدى وأرجع أحب نفسي. بس حاسس إن المرة دي أنا وقعت فعلا ومش قادر أقوم أصلح حاجة تاني. حاسس إن دي النهاية لأني خسرت كل حاجة وأولها نفسي. يا ريت الواحد كان يعرف يتحكم في مشاعره أو يفهم أسبابها. يا ريت الواحد كان يعرف ينسى اللي عايز ينساه، أو يعرف إيه اللي يخليه يتشد الناس معينة في الوقت اللي هو كان حاسس فيه إن ده لا يمكن يحصل. في حاجات كتير حلوة في الدنيا دي كنت عايز أملكها، بس لقيت في شرط صعب عجزني. فضلت طول عمري ماسك في الحاجة دي بس مش قادر أطولها. بس عادي، ما هو لو الإنسان حلم بكل حاجة واتحققت له كنا بقينا في الجنة مش في الأرض. أنا في الأول كنت خايف، خايف أوي، وزعلان أوي، وموجوع أوي. بس خلاص، كل حاجة خفت منها حصلت، وحاسس إني مبقتش خايف من حاجة تاني، لأني مبقاش عندي حاجة أخسرها.